تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض التوست البني او توست الحبه الكامله باسهل وابسط طريقه، وهقول لك على السر اللي يخلي التوست يطلع معاكي هش وطري ومرتفع جدا وكمان مشبع جدا جدا واحسن من اللي بيتباع بره. تابع معايا الفيديو الاخر عشان تعرفي كل التفاصيل، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا اللايك والشير، ولو مش مشتركين في قناتي شرفوني باشتراككم فيها. ونبدا ونقول بسم الله. اول حاجه كده انا معايا كيلو دقيق قمح كامل سنبله الفرات. على فكره الدقيق ده يا جماعه احلى دقيق هتعملي بيه الوصفات اللي هي بدقيق القمح الكامل، وان شاء الله الفتره اللي جايه هنعمل وصفات كتير جدا بيه. اول حاجه كده معايا كوبايه من الميه الدافيه، او ميه فتره كده، او ميه من الحنفيه. طبعا هو الجو بيبقى حر بنحط ميه من الحنفيه عادي جدا. لو في الشتاء هتحطي كوبايه ميه دافيه. هنضيف عليهم كيس من الخميرة حوالي 10 جرام أو 11 جرام، ومعلقة ونص من العسل الأسود. تمام. هنجيب بقى الدقيق، هنوزن الدقيق هنا نص كيلو من الدقيق. هنضيف عليه ذرة من الملح، معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنعجن بقى كده عادي جدا جدا بإيدينا. طبعا الدقيق ده بيحتاج برضو عجن كتير عشان يطلع معاكي هش وطري. انا كده حطيت شوية مية معايا حوالي نص كوباية. ممكن كمان في الدقيق اللي انت تستخدميه ياخد اكتر من كده، يعني ممكن ياخد معاكي كوبايتين الا ربع. الدقيق ده اخد معايا كوباية ونص من المية. طبعا لازم نعجن كويس جدا. الناس اللي بتقولك ما تعجنيش الدقيق القمح كمان ما بتعجنش، لا طبعا لازم عشان يطلع الدقيق معاكي هش وطري، والتوست معاكي هش وطري كده، وبيبقى مفرغ كده وفي فراغات، بيبقى جميل جدا جدا. لازم يتعجن كويس. انا ضفت هنا 4 معالق كبيره من الزيت، زيت نباتي او ممكن تحطي سمنه بلدي عادي جدا، بس الزيت يعني بيدي طراوه وهشاشه حلوه جدا. انا حطيت كمان، نسيت اقول لكم، معلقه كبيره من الخل مع الميه ساعه ما حطيت الخميره، نسيت اقول لكم عليها. هختبر بقى كده العجينه، لو مش بتقطع معايا، بتقطع بسيط جدا جدا وبتمط كده معايا، يبقى كده اتعجنت. المهم ان انت تخدمي العجينه كويس قوي. هرش رشه صغيره كده من الزيت في طبق، وهضيف واحط العجينه بتاعتي واغطيها بكيس استرتش وفوطه، واما هركنها على الرخامه لمده ساعه الا تلت او ساعه، يا اما هحطها في الفرن واشغل لمبه الفرن فقط واغطيها، او واقفل الفرن عليها هتقعد نص ساعه. يعني بلمبه الفرن هتقعد نص ساعه، على الرخامه هتقعد معاكي ساعه، لان لمبه الفرن بتسرع من التخمير. طبعا كده شايفينها اختمرت بقى ازاي معاكم، وكمان مرتفعه جدا جدا. هاخدها على الرخامه كده وهضغط عليها كده بايديا. طبعا هي بتبقى سهله، والعجينه بتبقى بتلزق في ايديكي على بسيط جدا. لازم طبعا هنا انا عشان حطها على مفرش، ما رشتش دقيق. انت لما تيجي تعمليها مثلا على الرخامه ما عندكيش مفرش، رشي رشه من دقيق القمح بس كده على الرخامه عشان ما تلزقش في الرخامه. وخلاص قست بقى كده القالب بتاعي بالعجينه، خلاص مقاسها. هاخد بقى كده العجينه من قدام الفها رول واضغط، كل ما الف رول مره اضغط بصوابعي عشان العجينه تثبت معايا وتبقى كويسه جدا. الف لفه واضغط بصوابعي. شايفين بقى كده العجينه مرنه معايا وطريه وجميله جدا جدا. اهم خطوه بقى في الاخر خالص، بعد ما الف العجينه كلها كده واخلصها، هاجي بقى لاخر حاجه في العجينه وهقفلها كويس جدا جدا كده بايديا، عشان طبعا ما تتفتحش معايا في الفرن. هقفلها كويس، طبعا بتتقفل معايا بكل سهوله. هجيب بقى القالب بتاعي واجيب البخاخه بتاعتي الزيت، ورش بخه كده صغيره خالص من الزيت، واجيب شويه من دقيق القمح الكامل، واغلف كده القالب بتاعي بدقيق القمح الكامل. مقاس القالب ده 14 في 30. هحط بقى كده العجينه بتاعتي، وهجيب برضو دهنه كده بسيطه خالص من الزيت او دهنه من الحليب اللي يعجبك، يا اما تدهنيها بالحليب يا اما تدهنيها بالزيت. هجيب بقى الكيس الاسترتش بتاعي برضو وهغلفها بالكيس الاسترتش، وبعد كده اجيب الفوطه بتاعتي واحطها برضو على الرخامه حوالي تلت ساعه او نص ساعه لحد ما ترتفع كده تماما. شايفين بقى مرتفع ازاي؟ دخلها فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 لحد هتقعد في الفرن حوالي نص ساعه، من 35 دقيقة. وبعد كده بقى اجيب بعد ما اطلعها من الفرن اغطيها بالفوطة عشان تفضل الوش بتاعها يبقى طري، ما يبقاش ناشف معاكي، وتبقى التوست طري. شايفين بقى التوست انا بقطعه، ولما تيجي تقطعي التوست تقطعيه بسكينة مش هرشرة، عشان التوست طبعا ده بيتفرول بكل سهولة، مش زي الدقيق الابيض خالص. هقطع بقى كده التوست بتاعي، انا قطعته شرايح تخينة على فكرة، تقدروا ترققوا الشريحة اكتر من كده.
اقل من كده سوري. هتبقى تقطع معاكي كمان اكتر من الشريحه. انا عملت معايا هنا حوالي 16 شريحه او 15 حاجه زي كده، لكن لو قطعتوها اقل من الشريحه دي هتقطع معاكوا حوالي 20 او حاجه و20 قطعه. مش قادرة اقول لكم بقى هو طلع جميل ازاي وهش وطري وطعمه كمان خطير ومشبع جدا جدا عن اللي بتجيبيه من بره. جربيه باذن الله، ربنا يحسن ما بين ايديكي، هيطلع معاكي تحفة وناجح جدا جدا بنسبة 100%. وكمان سهل قوي قوي. عايزين بقى كده نفطر معانا كده، هنجيب فطار بقى كده سهل جدا من فطار النظام. وهنجيب كده معلقة واحدة من النوتيلا، ده كانت وجبة فطار بتاعتي، وحطيت عليهم وجبت معلقة واحدة من المربى. انا حبيت ان انا الفطار ده يبقى مختلف طبعا عن اي فطار بفطره قبل كده، مع كوبايه شاي اخضر بقى كده. ودي وجبه الفطار 2 توست. طبعا يا جماعه انا فطرت الفطار ده واخدت علاجي عادي جدا وماشي عليه. لو عايزين بقى وصفات كتيره جدا بدقيق القمح الكامل الفتره اللي جايه اكتبوا لي في الكومنتات، ان شاء الله هنعملها مع بعض. وادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم كده ان ربنا يشفيني يا رب ويثبتني. واشوفكم على خير قريب ان شاء الله في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين.